نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. دعوة للنظافة البيئية لمكافحة الملاريا. دورة تدريبية للشباب في الإدارة والقيادة في الشعب. ارتفاع الوعي الصحي في جلاس. اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية توجه رسالة قوية لكوريا الشمالية. روسيا تبلغ واشنطن بإجراء مناورات نووية روتينية. حكومة ميلوني تنال ثقة النواب الإيطاليين وتعلن موقفها من أوروبا. من العناوين إلى التفاصيل. دعا ممثل برنامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة السيد أمانيل جويتوم للعمل الجاد للنظافة البيئية بهدف مكافحة مرض الملاريا. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية إيران أن ظاهرة مرض الملاريا التي كانت 280 ألف عام 1998 انخفض العدد إلى 44 ألف عام 2021، والوفيات التي كانت حوالي 400 عام 1998 انخفضت إلى 4 في عام 2021. وذكر إطلاق وزارة الصحة برنامجا ضخما سنويا لمكافحة الملاريا، وقامت عام 2021 برش المبيدات في أكثر من 150 ألف منزل في أقاليم القاشبركة والجنوبي وشمال البحر الأحمر، وتوزيع أكثر من 2 مليون ناموسية في أقاليم عنسبة والجنوبي والقاشبركة والأوسط وشمال البحر الأحمر. وقال أن استخدام الناموسيات لا يتجاوز حتى الآن 50%، ويجب على الشعب استخدام الناموسيات للحد من الإصابة بالملاريا. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في الإدارة والقيادة ل50 من الشباب العمال في مديرية شعب. وقال مسؤول فرع الاتحاد في المديرية بالإنابة الشابة أفراح محمد علي إن التدريب الذي استمر لأسبوعا ركز في الإدارة والقيادة والحوار وحل الخلافات ودور الكادر في بناء الوطن ومساهمة المرأة في الإدارة والقيادة. وأوضح مسؤول متابعة التنظيمات في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد صالح أحمد أن الهدف من التدريب صقل القدرات في الإدارة والقيادة والمساهمة المضاعفة للمجتمع. وذكر مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم أن الإدارة والقيادة أسلوب هام يجب على الشباب امتلاكه. وقدم في ختام الدورة التدريبية شهادات للمتدربين والشهادات التقديرية للذين قدموا إسهامات خاصة. تساهم أنشطة التوعية التي تقوم بها عيادة جلاس في مديرية حقات إلى جانب الخدمات الصحية بدور كبير لرفع وعي السكان. وأوضح مسؤول العيادة الممرض يوناس عبد مريم أن خدمات العيادة اليومية تساهم لضمان صحة المجتمع ومكافحة الأمراض المعدية. وأشار إلى ارتفاع خدمات رعاية الأمومة والطفولة بنسبة 90% وبلوغ نسبة تطعيم الأطفال 100%، وإصحاح البيئة لنسبة أكثر من 94%، والتحاليل الطبية للحوامل مع أزواجهن لنسبة 40%. وذكر ظهور مرض الملاريا في بعض الأحيان نتيجة قذارة الأمطار الخريف الماضي، داعيا المواطنين للقدوم بسرعة إلى المؤسسات الصحية إذا ظهرت أعراض المرض، والدفع في إصحاح البيئة وتجميع القرى. حققت أنشطة التشجير في مدارس مديرية تسنين نتائج مرضية. وأوضح مدير مدرسة الساقم المتوسطة والثانوية الأستاذ تكي مدهانية إن حوالي 2000 شجرة مزروعة داخل سور المدرسة هي نتاج جهود الطلاب والمعلمين والجهات الزراعية وأولياء الأمور والإدارة، ونمت جيدا للرعاية المتواصلة. وقال المعلم هبتوم تسفاي إن إرشادات المهنيين الزراعيين كان لها دورا كبيرا في عملية التشجير التي خلقت الأرضية الملائمة في العملية التعليمية.
وحصلت مدرسة ساجن المتوسطة والثانوية على شهادة النادي النموذجي في الحملة الخضراء لعام 2013. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على تعزيز الردع لكبح جماح التهديد العسكري الكوري الشمالي وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تجري تجربتها النووية السابعة قريبا. وقال مساعد وزراء خارجية الدول الثلاث عقب محادثات في طوكيو أن تجربة النووية كوريا الشمالية تستدعي ردا قويا غير مسبوقا. وقال تشي هيونغ دوغانغ مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية عقب الاجتماع الثلاثي: اتفقنا على تعزيز التعاون كي يمكن أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها غير النظامية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي. وقالت توكيو موري نائب وزير الخارجية الياباني أن الدول الثلاث لن تتسامح أبدا مع ما وصفته بالابتزاز النووي الذي تمارسه روسيا في حربها ضد أوكرانيا. كما أبدى الدبلوماسيون معارضة دولهم أي محاولة لتغيير الوضع الراهن في بحر جنوب الصين وبحرها الشرقي في انتقاد مبطن لمساعي الصينية وللحشد العسكري هناك. أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا أبلغتها بأنها ستجري تدريبات نووية روتينية في خطوة من شأنها أن تحد من مخاطر سوء التقدير من أحد الطرفين، وذلك وسط تصريحات غربية عن احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا. وذكرت الخارجية الأمريكية أن موسكو امتثلت لبنود اتفاقيات تنص على وجوب إبلاغ واشنطن باختبارات الصواريخ البلاستية العابرة للقارات والصواريخ البلاستية التي تنطلق من غواصات. كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن التدريبات النووية التي تم الإبلاغ الجانب الأمريكي بها هي مناورة روتينية سنوية تجريها روسيا. وفي الأيام القليلة الماضية أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرجي شوغوف محادثات في تواصل نادر بين الطرفين في خضم توترات متصاعدة بينهما. نالت الحكومة اليمينية الجديدة في إيطاليا ثقة مجلس النواب بعد أن عرضت رئيستها جورجيا ميلوني خطابا للسياسة العامة يتضمن مواقفها من قضايا أساسية كالعلاقة مع أوروبا والحرب في أوكرانيا والهجرة. وبعد خطابها الذي استغرق ساعة صوت 235 نائبا من أصل 389 نائبا شاركوا في التصويت بمنح استقال الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني والرابطة بقيادة ماتيو سيليفوني وفورسا إيطاليا برئاسة سيلفيو بيرلسكوني. وفي الخطاب الذي ألقته أمام النواب بعد شهر من فوزها في الانتخابات التشريعية قالت رئيسة الوزراء أن إيطاليا أن مقاربة بلادها ليست كبح التكامل الأوروبي ونسفه لكن جعله آلية المجموعة تعمل بشكل أفضل. ووعدت ميلوني بأن إيطاليا ستبقى شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي الناتو لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. أسفر حريق اندلع في عنبر مدرسة للمكفوفين في وسط أوغندا في وفاة 11 تلميذا ونقل 7 آخرين في حالة حرجة إلى المستشفى. وما زالت السلطات تحاول التعرف على الضحايا. وقالت الشرطة الأوغندية أن الحريق اندلع في مدرسة المكفوفين في قرية لواقع على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كامبالا. ووجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة التي ركبت في المباني وفقا للقوانين الحكومية. كما أوضحت وزيرة المعوقين الأوغندية هيلان غراسيا سوما لوكالة فرانس بريس. تذكير بأهم العناوين. دعوة للنظافة البيئية لمكافحة الملاريا.
دورة تدريبية للشباب في الإدارة والقيادة في شعب. ارتفاع الوعي الصحي في جلاس. اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية توجه رسالة قوية لكوريا الشمالية. روسيا تبلغ واشنطن بإجراء مناورات نووية روتينية. حكومة ميلوني تنال ثقة النواب الإيطاليين وتعلن موقفها من أوروبا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.